السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قناة الشيف المطبخ. اليوم جبت لكم وصفة سابلي جيون طري وهشيش يدوب في الفم، اقتصادي ويوالي من المرأة الخدامة واللي ما عندهاش الوقت، وفي 10 دقائق يكون واجد. تابعوا معنا تشوفوا الوصفة. نسحقوا في وصفتنا لها اليوم 125 غرام زبدة طرية، 100 غرام زيت المائدة، 90 غرام سكر حبيبات، كاس مايزينا ما يعادل 125 غرام، زائد حبة بيض كاملة، زائد صفار، زائد ملعقة صغيرة فاني، زائد ربع ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، زائد فرينة. هنا بدينا خلطنا الزبدة مع السكر، خلطناهم شوية ومن بعد زدت لهم الزيت. دوكا نقعد نخلط حتى وين يتجانسوا المكونات. انا هنا استعملت الباتور، تقدروا تستعملوا البيتخان. فوالا الزبده تكون لازم بدرجه حراره المطبخ باش بالخف تنحل لكم. انا هنا ما استعملتش سكر غلاس، استعملت سكر نورمال باش ما تجينيش الصابلي تاعي مقرمش، يجيني طري وهشيش. فوالا ونكمل نخلط حتى وين يذوب لي السكر تاعي ابوبخي. ودوكا زدت الحبه تاع البيض تاعي وزائد الصفار. هنا نقصت نسبة السكر، اوليو ندير 125 غرام درت 90 غرام، لاخاطش من الفوق نسوبودريها بالسكر غلاس، ونزيد ندير الكونفيتور تاع المشماش في الوسط، اي مربى المشمش. صافي تجينا بزاف حلوه. صافي لازم نستحفظوا على صحتنا ونقصوا من نسبة السكر. فوالا راني زدت الكاس تاعي تاع المايزينا، وزدت على راس المغرفه خميره الحلوى. ودوكا نزيد الفارينه وما وديروها بالعقل بالتجزئه، تدخل لكم ابوبخي قريب واحد 400 غرام هكذاك في هاد السابلي. فوالا شوفوا نستعمل غير الاصابع، اطراف الاصابع تاعي ما نعجنوهاش. هكذا نقعدوا نزيدوا الفرينه تاعنا بالتدريج بالعقل حتى وين نكملوها ونتحصلوا على عجينه طريه. كيما راكم تشوفوا وصفه هايله وتحمر الوجه لوليداتكم ولا الضياف ولا، وبمقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. فوالا انا كي كملت الفرينه تاعي تحصلت على عجينه طريه مليحه ماشي ناشفه، درتها فابي فين وخليتها تريح 20 دقيقه. نجيب العجينه نتاعي نحطها فوق ورق الطهي، نغطيها بكيس بلاستيكي ونبدا نحل فيها بالحله نتاعي. دوك سا ديبون نتوما السنيوات تاعكم، انا خديت سنيوه الكبيره كامل اللي عندي، وانتم الا حبيتو ديروها حجم متوسط باش تقدروا تردوا الطبقه الثانيه كي طيب، ديروها حجم متوسط باش تسهل عليكم العمليه. فوالا دوك انا حليت، قسمت العجينه كما قلت لكم على زوج. راني نحل في الطبقه الاولى، حلوها رقيقه ما تخافوش منها، واحد 3 4 ملم باسكو فيها لا لوفور تزيد تنتفخ شويه. والفوغ تاعي اونتر طون راني شعلاتو 180 درجه راهو يسخن واحد ربع ساعه من قبل. هكذا انا نقعد نحل في الطبقه تاعي الاولى. هاي ليكم راني جبت سنيوه، راني خذيت باش يجوني القياس تاع الطبقه الاولى والثانيه متساويين. شوفوا نحي هذيك الزياده اللي عندي تاع العجينه هكذا. راني حطيت الورقه تاعي فوق السنيوه، ودوك جبت الطبقه الثانيه كيف كيف نعاود نكرر نفس العمليه. فوالا والطبقه الثانيه تاني نحلوها متوسطه كيما الاولى، ما تحلوهاش رقيقه بزاف كيما قلت لكم باش ما تفتلكمش كي طيب. فوالا ونحو الزوائد، ودوكا نجيب المول اللي نطبع به في الوسط هكذا، نحي كامل هذوك الزوائد. والثقب تاعكم حطوه مليح في الوسط، يا لو كان استعملوا مسطره ولا باش يجيكم مليح في الوسط. فوالا نحي كامل هذوك الزوائد، وهذوك الزوائد نخدم بهم لي صابلي صغار هذوك اللي شفتوهم حطيتهم مدورين على الصابلي الكبير.
فوالا دوكا نرميهم كيف كيف في الفوغ تاعي. هاي ليكم شوفوا هذه استوس باش ما تستعملوا حتى طابع متقوب في الوسط. فوالا بصبحكم ديروا عبزوا على لابات حتى تجيكم هذاك الثقب وديروهم يطيبوا مع الصابلي الكبير. فوالا هام ليكم انا درتهم على شكل قلوبه، هام ليكم كي طابوا عمرتهم بالمعجون. تحبوا ديروا لهم الفوق سكر غلاس ولا تحبوا تحطوهم هكذا. هاوليكم الصابلي نتاعنا طاب. شوفوا دوغيوه غير شويه ما تحرقوش بزاف، واحد ميم با 20 مينوت يكون طاب. فوالا جيبوا المعجون تاعكم، شوفوا طليوه مليح فوق الطبقه تاعكم الاولى، والصابلي خلوه حتى يبرد باش تقلبوه باش ما يتشقق ما يتفتت لكم. فوالا انا حتى برد لي مليح باش راني ندير فيه المعجون تاعي. هكذا نمسح عليه كامل، نجوز على الطرف. والمعجون تاعنا دائما كما قلت لكم حتى يبرد تماما الصابلي. علاش؟ لاخاطش من بعد كي تكونوا تاكلوه فيه لو كان ديروا صابلي سخون يشرب كامل هذاك المعجون وتصيبوه ناشف كي تكونوا تاكلوه فيه. فوالا دوكا نجوزو للطبقه الثانيه تاعي. نصوبو ديرو مليح سكر غلاس فوقها، وكي ترفدوها رفدوها غير بالعقل البنات باش ما تشقق لكمش. وإلا تشققت لكم شويه واش عليه سيسوها وحطوها فوق الطبقه الاولى، وعاودوا صوبودريو الشقه تاعكم الا كانت شقه يعني خفيفه صوبودريوها بسكر غلاس باش تكاموفليو هذيك الشقه. وجا صابلي يعني هايل وطري يذوب في الفم، جا ما يتشبعش. وشوفوا هذه استوس كي تحبوا تصوبودريو حطوا المول تاعكم وغطيوه بالبابي وزيدوا صوبودريو السكر غلاس تاعكم باش ما تقيسوش الوسط. فوالا دائما زيدوا المعجون في الوسط باش تعطيه منظر شباب. كانت هذه وصفتنا عنها اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو، ونقولكم الى الملتقى مع وصفة اخرى ان شاء الله.